وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شارع لبنان؟ حضرتك مصري؟ مصري. أنا اسمي مروان هزيان، ملك الاستبيان. شغلة الاستبيان دي أنا بنزل آخد استبيان واستطلاع رأي ميداني، بحث ميداني. يعني أركب مع حضرتك مثلا أدوقك طعم المنتج بتاعنا، حضرتك بتقيم المنتج. ببدأ آخد الاستبيان بتاع تقييم حضرتك للمنتجات بتاعت شركتي. فأنا بقى المنتج بتاع حضرتك أو بتاع الشركة عندنا بنقدمه لحضرتك يا فندم، وحضرتك بتقدر تقيمه بقى. بتقول لنا بقى ايه اللي ناقصه، لو الملح ناقص، السكر ناقص، الحاجات ناقصه كده. الحمد لله عندنا جميع انواع اللانشونز، وبنعمل كمان حاجه اسمها مطاحين ومضاريب. المطاحين والمضاريب دي بتبقى خلطات على بعضها. ايوه. يعني انت حضرتك لو حابب تشاركني مفيش مشكله في الاستبيان دوت. وبالمناسبه حضرتك دي 200 جنيه ده الشركه بتصرفها لاي حد بيدوق، بس بيدي الكومنتس بتاعته تكون مظبوطه على الحاجه بتاعتك. ايوه. لو ده حلو. طيب تمام. بص حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم، ما تقلقش يا فندم، ما تتوترش خالص. لا انا مش متوتر، بس انت ممكن فيك حاجه مش مظبوطه بصراحه. لا انا بكلمك بجد. لا مفيش حاجه مش مظبوطه. انت مستغرب لان اول مره تقابل حد استبيانيست. انا استبيانيست. ايه استبيانيست دي؟ يعني انا الاستبيان عندي انا بدوق حضرتك. يعني مثلا ده لانشون ريتريفو يا فندم، مصنوع عندنا في مصانعنا. ده ريتريفو مصنوع في مصانعنا في سراييفو. لو حضرتك حابب تدوق، ايه راي حضرتك؟ شغال. طب تمام. ده يا فندم اسمه ديليميشن، معمول بالطريقه الاغريقيه او الجنوب اغريقيه. ده ديليميشن، الطريقه الجنوب اغريقيه، احنا بنجيبه من جنوب اغريقيا. دوق. احط دي هنا؟ لا ما تشغلش بالك، دي حضرتك ممكن تحطها. عجب حضرتك؟ في بقى البلادور. ده البلادور الصغير ده مختلف عن كده. البلادور ده مصنعينه بقى في الاكوادور. دوق يا فندم حضرتك، وحضرتك بس بالراحه واحده، حاسس ان حضرتك بتحف يعني. لا انا مش بهزر طبعا. المفاجأة الكبيرة قوي بقى ان بعد ما حضرتك تخلص ده هدوق حضرتك شيبسي اسمه شيبسي الشباسي. شيبسي الشباسي. الشباسي. دوقوا الشباسي. دوق. لا من عند صراحة دي برضه بتكذب يعني؟ دوق يا فندم. الشيبسي ده دمه قوي ومنشط عضوي. يعني اي حاجه عندك. لا مش كده يا فندم. ده منشط لحاجه، كل حاجه في جسمك. لو انت حاسس بارتخاء، لو انت حاسس بان اعصابك بايظه، بيظبط كل حاجه. هو حضرتك ما اتغديتش او حاجه يا فندم؟ بصراحه. بسم الله ما شاء الله. لا ولا يهم حاجه. لو عايز تكمله لا ربنا يخليك. لا والله العظيم هو بصراحه حلو يعني، بالهنا كلها حلوه. بالهنا والشفا ساعتك. اتفضل 200 جنيه بتاعتك اللي بتصرفها حضرتك شركه غلطه ومش هتعود للهيلثي فود. غلطه ومش هتعود للهيلثي فود. ايوه حلو. بس بجد فعلا حضرتك لو محتاج تاني كل. لا تمام. لا بجد والله. لا كل حته كمان. انت جعان. ماشي. ده اسمه ايه؟ انت حضرتك بتنقي الحته الكبيره. ده اسمه ايه ده؟ دي تفاصيل يا فندم صح؟ مش تفاصيل بجد، انا من امبارح فعلا. طب كل الحته الكبيره دي كده بس انا عايزك. خلاص مفيش مشكله. خد بالهنا والشفا. كل براحتك بقى انت. لا هو تمام كده. لا والله ابدا عيب. ده كده دي كلها عينات والله. لا دي كلها عينات. انت شكلك جعان بالهنا والشفا. عادي، انت زي اخويا يعني. ربنا يخليك والله بجد. كل ده بيأثر علينا على فكره يا فندم في الايزو، لان احنا الحمد لله يعني احنا واخدين ايزو 9002. احنا بقى عايزين ايزو 14000، ايزو 12000. دي كلها برضو بتعلي الريت عندنا وبتخلينا ان احنا نقدر المنتجات بتاعتنا تتصدر في كل دول العالم. لان ده انت فاهم طبعا. لو حضرتك اساسا شكرا جدا. احطه فين ده؟ لا بالهنا والشفا. خلاص ممكن نحطه هنا. مفيش مشكله. بس هو طعمه حلو. فينا دي عشان ناخد الاستبيان ده عشان نخلص منه سعادتك. طيب. ونشوف بقى ايه اللي ممكن يدور يعني. بس يا فندم نقف هنا كده واحده. بص حضرتك بقى عايز يا فندم من حضرتك دلوقتي اول حاجه حضرتك تقيم لي ريتريفو لانشون ريتريفو. قول لي لو هتديله كام؟ هو حلو. لا تمام 10 على 10 ريتريفو. طب بالنسبه للديليميشن برضه 10 على 10. مش على 10. لا 10 على 10 يا فندم. ما في 200 جنيه ولا يهمك. 3 يا فندم بالنسبه للشباسي. شيبسي الشباسي. لا ده حلو. شيبسي. لا ده حلو. ده 10 على 10. ده 10 على 10 ده مقوي. ماشي. طب بالنسبه للبلادور البلادور برضه كويس. يبقى بس 8 مثلا. يبقى احنا كده حصلنا على شهاده الاستاذ. اسم حضرتك؟ زياد محمد. استاذ زياد محمد. بس حضرتك امضي لي هنا استاذ زياد على راي حضرتك. تمام. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا. اخر بقى سؤال عندنا حضرتك بعد ما بتاخد مننا ال 200 جنيه وبعد كل الكلام ده، هل نقدر نقدم الاكل اللي حضرتك دقته ده والطعم ده ممكن يستطعمه الشيرازي ولا تستطعمه القطط السيامي ولا يستطعمه البيتبول ولا يستطعمه الولف ولا الدوبرمان؟ انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه بصراحه. لا الاكل بتاع حضرتك اللي حضرتك دقته ده، الاكل ده انت دلوقتي بتقيمه عشان نقدر نقدمه لانهي حاجه من دول؟ نقدمه لكلاب الولف ولا للبيتبول؟ كلاب.
اه كلاب ايه؟ يا فندم ده اكل احنا عاملينه عشان الكلاب، حضرتك دلوقتي بتقيمه. يعني ده اكل كلاب وانت دوقته لي؟ حضرتك دقت وخدت حته كبيره. حته كبيره ايه؟ قول. يعني ثواني بس، ده اكل كلاب؟ اه يا فندم ده اكل قطط وحيوانات ده. لا ده وبعدين بس هو مصنوع من اعلى واجود انواع ديول الانافد، بيض السنجاب المغذي، كل الحاجات دي معروفه، بس ده اكل ده اورجانيك، مفيش حاجه متدخل في اورجانيك الكيميكال. ايه؟ انت بتقول ايه؟ لا ما بقولش ده اكل قطط وكلاب ده وانت اكل أكلته قطط لي؟ وكلاب. اه يا فندم. اوعى يا عم ايدك دي، انت بتقول ايه يا عم؟ ايه اللي بقول ايه يا فندم؟ في ايه؟ ده انا حضرتك ده اوعى كده ده كل دلوقتي عشان تاكله. ليه بس يا فندم؟ ما حضرتك كنت عمال تحف بسم الله ما شاء الله. احف ايه ايه؟ اللي تحف ايه يا فندم حضرتك؟ يا عم اكل قطط وكلاب بتاكله لي؟ لا عشان ما ينفعش اجربه على القطط والكلاب. جربوا على قطط وكلاب ايه يا عم؟ ما تصمت تبقى كده. مشكله، تبقى ازمه، ممكن يموت الحيوان. يعني انت خايف؟ أيوة. خايف عليا انا؟ لا ما انت مش هتموت لان جدتك نحست ياما اكلته اكيد. جدت ايه اللي نحست؟ ايوه يا فندم حضرتك بس بتعمل كده ليه؟ افتح بس بقك. افتح بقي ليه يا فندم؟ افتح بقك. لا مش هفتح بقي، ثانيه واحده بس. انت هتغزني ولا ايه يا فندم؟ يا عم افتح بقك. انا لا مش عايز اوعى ايدك مش عايز دي. اكل، انا اكلت كتير يا فندم. حضرتك بتضرب ليه يا فندم؟ انت تاخد 200 جنيه وعمال تحف. 200 جنيه ايه يا عم؟ ده حضرتك اكلت نص الطبق يا فندم. نص طبق ايه؟ بسم الله ما شاء الله والله حضرتك يا عم اوعى ايدك دي. تقريبا جعان بقالك شهر يا فندم والله ما شاء الله عليك. تاكلنا اكل قطط وكلاب. انا عايز اقول لك ان مفيش كلب بيض والكلب من ده ما شاء الله. اقول لحضرتك بسم الله ما شاء الله بدا يبان على الزومه هتجيلك. زومه ست اوريك الزومه. اوريك زومه. بس اوريك زومه. لا في يا فندم حضرتك الزوم عادي، الزوم ما فيهاش حاجه. زوم ان على رجل امينه عادي يا فندم. انت يلا ايه ده في ايه يا فندم؟ انت من ساعه ما ركبت وانت انا اللي مش مظبوط ها؟ والله حضرتك مش مظبوط. طب انزل لي بقى كده. انزل لك فين؟ يا عم انزل بقى يا عم. بس بهزر معاك والله، بص في الكاميرا والله. دي كنت معانا في برنامج كريزي تاكسي. بص ودي كاميرا يا عم برنامج ايه؟ والله العظيم بهزر بالراحه. انت عمال تضرب فيا حضرتك. يعني انت هتاكلني اكل قطط وكلاب؟ لا يا عم ده اكل حلو يا عم كاميرا ده اكل حلو كاميرا ايه؟ اكل حلو. يا عم كاميرا ايه؟ والله بنهزر معاك. بص ده اكل انا باكل منه عادي. انا اكل بقى. ايه المشكله لما يجي لك زومه برضه انت بتهزر معاك والله الكاميرا انت كنت معانا في كريزي. سقفه جامده قوي الاستاذ زياد. مذيع ولا مش استاذ زياد؟ انا بتاع كريزي تاكسي. زيع يا عم. يا مراد. اتفضل يا فندم. اتفضل سعادتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. شارع مراد يا فندم. بالظبط. ياه كانت ايام زمان قبل ما اشتغل في شركتي الجديده. انا دلوقتي اساسا بشتغل في شركه استبيانات يا فندم، استطلاع راي للاطعمه والمنتجات، الاكل والشرب، الحاجات الجديده اللي بتنزل اي سوق. بقى حضرتك يا فندم مروان هذيان ملك الاستبيان. اهلا بيك. الحمد لله 12 سنه افضل مصمم استبيانات واستطلاع راي عام وبحث ميداني في اي اطعمه في 10 شركات. اهمها شركتي الاخيره هي شركه غلطه ومش هتعود للهيلثي فود. المنتج بتاع حضرتك زي ما حضرتك شايف كده. بص حضرتك تاني. ده انت ماشي بيه كمان؟ لا ده انا بدوق حضرتك عشان اخد من حضرتك استطلاع الراي. انا بعمل الجديد. انا بفكر خارج هذا الصندوق. بره الصندوق ده مروان يفكر، جوه الصندوق ده اي حد تاني يقرر. اوكي؟ حضرتك بتدوق مع دي جميع انواع الاصدارات الجديده. بص يا فندم دي عندنا في حاجه اسمها، ده اسمه ديلينيشن يا فندم. ده معمول بطريقه الجنوب اغريقيه، ده جاي من جنوب اغريقيا. دوق يا فندم. على فكره ده مش مجاني، حضرتك هتاكل وهتاخد مننا كاش مقابل ان انت تقولي استطلاع رايك وبيان. طبعا يا فندم. ايه رايك في طعمه يا فندم؟ لا جميل بجد. دي بقى حاجه تجنن. ده برضو منتجاتنا يا فندم اللي احنا يونيك بيها، احنا منفردين. يا فندم. ده البلادور يا فندم بيصدر من مصانعنا في سلفادور او الاكوادور. دوق يا فندم. الظاهر ان حضرتك عجبك فبتحف قوي. لا بهزر مع حضرتك يعني. دقت ده؟ سيبك بقى من ده يا فندم. عندي حاجه طعمه حلو فعلا بامانه. ايه راي حضرتك؟ لا حلوين. بص بقى يا فندم ده اسمه شيبسي مقوي. تحطه في كيس كده يعني؟ لا علشان امنع عنه اي هواء، لان الهواء اول ما بيتعرض له بيفقد مصداقيته لدى الجمهور ولدى الشعب. دوق حضرتك وما تكبش يعني، خد حته صغيره. شيبسي كده بس لا يعني. يا فندم دوق حضرتك. مستغرب ليه؟ بس ما تزومش عليا. ايه راي حضرتك؟ بامانه. حلو. بس كده يا فندم. وادي الكاش اللي بيطلع من شركتنا لحضرتك. لا 200 جنيه تذبح العصفوره. امسك حضرتك، امسك بوس وسمي وحط في جيبك. اديني بقى ده يا فندم. اكمل انا بقى دي.
بالهنا والشفا طبعا. انا بس هستأذن حضرتك في حاجه بسيطه قوي، ان هاخد من حضرتك استبيان من خلال الاندكس بتاعي والقلم الجاف الازرق، لان انا هقف بس دقيقه. يا رب ما اكونش بعطل لا حضرتك. براحتك عادي. مبسوط انت بال 200 جنيه ها؟ مش اي حد، هو في حد يجي له رزق وما يرزقهوش؟ يا فندم. كلمني يا فندم عن الديليميشن. فكرني بقى الاسماء، عشان انت الاسماء كلها عجيبه فدخلت في بعضها. الديليميشن ده يا فندم اول هو حاجه اللي لونه اصفر. قولي ايه رايك في الديليميشن؟ الديليميشن ده يا فندم معمول بالطريقه الجنوب اغريقيه، جاي من جنوب اغريقيا. جميل جميل. لو حضرتك هتقيمه بالنسبه للجلاوين فيه او السلامكه او البهارات او الفلفل الاسود، لو هتيجي تقول درجاتهم كده في السبيان او في محتوى، هتقول ايه يا فندم؟ من 10 مثلا؟ يعني 9 من 10. يبقى 10 من 10. ميرسي يا فندم من الديليميشن. طب لو هنتكلم عن الليبلادور اللي حضرتك دقته، كانك قلت هايل، طعمه حلو قوي، الملح مظبوط جدا، اللون الصناعي اللي مكون منه ما يغرناش، ما يهمكش اي حاجه. تقييم الاستاذ ليه 10 من 10. ميرسي لحضرتك يا فندم. عايز اخر سؤال لحضرتك وحضرتك تقرر، هل احنا نقدر بالنسبه لده اللي حضرتك دقته، بالنسبه للديليميشن وبالنسبه نقدمه للشيرازي، ولا نقدمه للسيامي، ولا نقدمه للبيتبول او الولف؟ نعم. اللي حضرتك دقته ده نقدمه لايه؟ للشيرازي ولا للسيامي ولا؟ بس ده اكل بني ادمين مش اكل. لا يا فندم، لا يا فندم، مال. ده مش اكل بني ادمين، ده اكل حيوانات، بس احنا بنقيمه بلسان حال البني ادم. بتاكلوه لنا؟ لا، ما حضرتك وانا عمال اقول لك هو مخبر من اوله، لا وعمال اقول لك ده ذوقك ومش ذوقك. ما حضرتك 200 جنيه خدت 200 جنيه انت بتاكلني في اكل كلاب وقطط عشان 200 جنيه؟ يا عم خد فلوسك في الارض اهي. ده اكل كلاب وقطط ده؟ ايه المشكله يا فندم؟ طب ما انت ما تاكل حته كده. لا انا مش عايز اكل يا فندم، انا اكلت منه كتير. طب ما انا اديت لك الشيبسي اللي بيدي والله لا تاكلها. انت مجنون يا عم ولا ايه؟ هتبدا الزوم. لا هتزوم ايه؟ لا هتزوم ده انت لسه هتشوف زوم تاني. لا البيتبول هيشتغل دلوقتي. هو ايدك يا عم، بتنفض. هو ايدك بس بتنفض والله. زومت البيتبول. لا اهدى شويه، لازم تشرب حاجه عشان تهدى. هو ايدك يا عم. الديليميشن هيشتغل والله. الشيبسي بيدي طاقه غير عاديه، هتتحول دلوقتي لبيتبول. بس ده انت لسه شفت تحول. ده انت ست عشان خاطري ست. لا ست ايه؟ ست ايه يا عم؟ ده انا ست. هو ايدك يا عم، هو مخبر. هو ايدك يا عم، هو ايدك. هو ايدك يا عم. امسك كل دي. بس مش هاكل حاجه، ما ينفعش انا اكل اكل. انت جدتك نحست اكيد. امسك كل دي. اكل حاجه. ايه يا عم انت عبيط؟ لا مش عبيط يا فندم، انت لازم. لا انت اللي مجنون. انت لازم تفهم ان احنا بني ادمين. افهم انت. جدتك نحست. يا ما اكلت من الحاجات دي وما كنتش عارف. الجته دي نحست من ايوه دي عضلات البطن. انت هضربك بس عم. انا بحولك من بني ادم لبني انزل بس كده. انا هجرجرك الشارع. تعالى بس كده يا عم. امشي. مش هنزل. انا مش هنزل. انا الف لك. تلف لمين؟ تلف لمين؟ لازم تاكل الاكل ده. 200 جنيه دي الفلوس؟ ايه؟ انت مجنون يا عم. انت مش واخد 200 جنيه يا عم. انت مجنون يا عم. زوم. ست. يا ناس. طب تعالى بس انزل كده. مش نازل. لا تعالى بس. انا مش نازل. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بس بهزر معاك والله بهزر معاك. يلا بهزر والله معاك. بهزر. ده برنامج كاميرا خفيه. بص برنامج يوسف والله برنامج دي كاميرا بتصورك. ده اكل قطط وكلاب يا عم والله. انت مجنون. ده بص الكاميرا بتصور. انت كنت معانا في البريد اهو. بص الناس بتصورك ازاي. سقفه جامده قوي يا جماعه. مذيع ولا مذيع؟ سلام.